في الجول يا رياض، حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول يا رياض. بابا 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 جول. ليس هالاند. ترتيب الحذاء الذهبي: هداف أوروبا نرويجي مغمور، لعب بالدوري السعودي. للمرة الأولى منذ مواسم عديدة يكون صراع الحذاء الذهبي شبه محسوم بالنسبة لمتابعي كرة القدم. بالطبع سيكون هالاند. هذه الإجابة التي سيتشاركها الجميع إن سألتم عن توقعاتهم لصاحب الجائزة في نهاية الموسم. أصبح هالاند اسما يرعب الخصوم على اختلاف مستوى المنافسات إن كان محليا أو أوروبيا. هو قدر محتوم على الحراس وكأس مر يجب أن يتجرعه الفريق المنافس بمحض إرادته أو رغما عنه. هالاند لا يشكل خطورة فقط على الخصوم بل أيضا على المهاجمين الذين يطمحون لمنافسته على جائزة الهداف، من ليفاندوفسكي إلى كيليان مبابي إلى أعتى الأسماء. قد تظن أن لا أحد بإمكانه الوقوف أمام الفايكنج هالاند، لكن ماذا إن قلنا لك أن هناك لاعبا نرويجيا آخر سجل عدد الأهداف نفسها كهالاند في الدوريات الأوروبية؟ ابقوا معنا لمعرفة ترتيب صراع الحذاء الذهبي لهذا الموسم والتعمق أكثر في هوية هذا اللاعب المغمور الذي تمكن من تشكيل تهديد مباشر على هالاند ونجح حيث فشل ليفاندوفسكي ومبابي. إليكم الترتيب حاليا. في المركز العاشر هاري كين، نادي توتنهام، الدوري الإنجليزي. في رصيد كين 11 هدفا أيضا بمجموع نقاط وصل إلى 22. في المركز التاسع ألكسندر جيريميغيف، نادي هاكين، الدوري السويدي. في رصيد المهاجم السويدي 11 هدفا و22 نقطة. في المركز الثامن كريستوفر نكونكو، نادي لايبزيغ، الدوري الألماني. برصيد نكونكو 11 هدف أيضا بمجموع نقاط وصل إلى 22. في المركز السابع نيمار، باريس سان جيرمان، الدوري الفرنسي. برصيد نيمار 11 هدف أيضا بمجموع نقاط وصل إلى 22. في المركز السادس كيليان مبابي، باريس سان جيرمان، الدوري الفرنسي. برصيد مبابي 11 هدف أيضا بمجموع نقاط وصل إلى 22. في المركز الخامس هوغو فيتليسيس، نادي بودو غليمت النرويجي، الدوري النرويجي. برصيده 16 هدفا ورصيده من النقاط 24. في المركز الرابع وابدور أبدي خوليكوف، نادي إنرجي تيك مينسك، الدوري البيلاروسي. رصيده 13 هدفا ورصيده من النقاط 26. في المركز الثالث روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، الدوري الإسباني. برصيده 13 هدفا ووصل إلى النقطة رقم 26. أما المركزين الأولين يتصدرهما إيرلينغ هالاند بواقع 18 هدفا و36 نقطة، وكذلك الأمر بالنسبة لمواطنه أماهيل بيليغرينو، مهاجم نادي بودو غليمت النرويجي، الذي تفوق على ليفاندوفسكي وأتى ثانيا خلف هالاند فقط بسبب تصنيف الدوري النرويجي وتقدم الدوري الإنجليزي لناحية احتساب النقاط في صراع الحذاء الذهبي. بيليغرينو ارتدى قميص ضمك في الموسم الماضي من الدوري السعودي للمحترفين. اعتاد بيليغرينو اللعب في جميع المراكز الأمامية، يقود حاليا الجبهة اليسرى للنادي النرويجي، وعلى الرغم من تواجده على الجناح وليس كمهاجم صريح إلا أنه سجل 24 هدفا ما بين الدوري النرويجي والدوري الأوروبي بالإضافة لصناعته 9 أهداف أخرى. نعم، هناك نرويجي آخر يتربع على عرش هدافي الدوريات الأوروبية وقد لا يكون اسما غريبا على المتابعين العرب، أماهيل بيليغرينو، مهاجم نادي بودو غليمت النرويجي والذي ارتدى قميص ضمك في الموسم الماضي من الدوري السعودي للمحترفين.